أهلا بحضراتكم. حلقة النهاردة كلنا لازم نركز فيها. هنتكلم عن أخطر وأصغر جاسوسة مصرية جندها الموساد الإسرائيلي، واللي من خلالها أو بسببها استطاع الرئيس الراحل محمد أنور السادات إنه يخضع إسرائيل. الحقيقة النهاردة الجاسوسة اللي احنا بنتكلم عنها والأخطر جاسوسة وأصغر جاسوسة حسناء هبة سليم. هبة سليم الحقيقة اسم لمع في عالم الجاسوسية في السبعينيات من القرن الماضي، برغم ان سنها كانش يتجاوز 30 سنة، لكنها صنفت عن أخطر جاسوسة جندها الموساد الإسرائيلي لنقل معلومات عن الجيش المصري في الفترة ما بين حرب 67 و 73. قصة هبة سليم اقتبسها الكاتب صالح مرسي في روايته واسمها الصعود للهوية، وبعد كده الرواية دي تحولت إلى فيلم كان بطولة الفنانة مديحة كامل والفنان محمود ياسين اللي هو ضابط المخابرات المصرية اللي وقع في غرام هبة سليم. الحقيقة كمان الرواية الرسمية المصرية كانت مختلفة عن أحداث الفيلم ده، وعرضها الفريق رفعت جبريل وهو ضابط المخابرات اللي كان مسؤول عن العملية دي ضمن سلسلة حوارات صحفية. بعد الفاصل خليكم معانا، هنتعرف على تفاصيل كتيرة جدا وأسرار كتير لأول مرة عن جاسوسة هبة سليم وتفاصيل مهمة. تابعونا بعد الفاصل. ازاي هبة سليم وهي اخطر جاسوسة واصغر جاسوسة حسناء مصرية تم تجنيدها من الموساد الاسرائيلي؟ ازاي تم تجنيدها من الموساد الاسرائيلي؟ هبة عبد الرحمن سليم حصلت على الشهادة الثانوية العامة سنة 68 بعد نكسة يونيو، والحقيقة فضلت انها فضلت تلح على باباها كتير جدا انها تسافر لباريس علشان تكمل دراستها هناك، دراستها الجامعية. لكن في الجامعة لما سافرت باريس وفعلا باباها لبى رغبتها، اتعرفت على بنت بولندية ولكنها يهودية، كانت طالبة يهودية ومن أصول بولندية. عزمتها في يوم عندها في بيتها، وتعرفت في الحفلة على مجموعة من شباب اليهود. أعلنت هبة في الحفلة إنها بتكره الحرب جدا وإنها بتتمنى السلام يعم المنطقة. وفي زيارة تانية راحت تاني لصاحبتها البولندية اليهودية في بيتها في حفلة تاني، والحقيقة اتعرفت فيها على يعني بدأت الصداقات ما بينها وما بين الشباب اليهود كتير جدا. فرجتها وقتها صاحبتها البولندية على فيلم بيصور الحياة الاجتماعية في إسرائيل، وكأن إسرائيل يعني الحقيقة دولة تدعو للديمقراطية، وإن أسلوب الحياة في الكيبوتس فضلت تقنعها جدا إنها دولة إسرائيل مش دولة وحوش آدمية زي ما بيصوروهم الإعلام العربي، لكنهم ناس على درجة عالية جدا من التحضر والديمقراطية. وعلى مدى لقاءات طويلة مع الشباب اليهودي أدركت هبة سليم الجاسوسة الحسناء المصرية إن إسرائيل قوية جدا وإنها أقوى من كل العرب، وده كان مدخل ليها خلاها تفكر كويس جدا إنها تخدم إسرائيل، بس بشرط إنها ما كانتش بتقبل المال أو الإغراءات المالية من إسرائيل، ولكنها كانت متطوعة لخدمة إسرائيل وتجنيدها من خلال الموساد الإسرائيلي. بعد كده بعد ما أبدت رغبتها في إنها
تخدم إسرائيل والموساد الإسرائيلي بدون أي مقابل. الحقيقة قدرت هبة تجند المقدم مهندس صاعقة فاروق عبد الحميد الفقي، واللي كان بيشتغل منصب رئيس أركان حرب سلاح الصاعقة المصرية، بعد ما اتعرفت هبة سليم على ضابط في الموساد الإسرائيلي بلغته وقالت له إن هي على علاقة وبتقابل الضابط الفقي. والحقيقة اتعرفت على ضابط الموساد الإسرائيلي في بيت صاحبتها البولندية اليهودية، وكان الفقي دايما بيقابلها في نادي الجزيرة وبيحبها جدا لدرجة العشق الكبير، لكن هي الحقيقة كانت قاسية عليه وما بتحبوش ولا بتفكر فيه. لكن بعد ما تم تجنيدها في الموساد الإسرائيلي أمروها أنها تتخطب له، وفعلا وافقت على خطوبتها من الضابط الفقي. والحقيقة حصلت على معلومات وبلغت بها إسرائيل، ويوم بعد يوم كانت بتستدرج الفقي علشان تاخد منه معلومات وأسرار حربية خاصة عن مواقع الصواريخ الجديدة اللي وصلت من سوريا إلى مصر. كان بيقول لها أدق الأسرار العسكرية طبعا من دون ما يخونها، لا والأدهى من كده إنه كان بيشرح لها الخرائط بالتفصيل. للأسف سقط الفقي ضابط الجيش المصري، والحقيقة اللي سلم لها عقله بشكل هستيري لحد ما بقى في النهاية عميل للموساد الإسرائيلي. لكن تمكن من تسريب وثائق وخرائط عسكرية موضح عليها منصات الصواريخ سام 6 المضادة للطائرات اللي كانت القوات المسلحة وقتها المصرية بتسعى لنصبها لحماية مصر من غارات العمق الإسرائيلية. ومع استهداف الطيران الإسرائيلي المتواصل لمنصات المصرية، الحقيقة كان جهاز المخابرات المصرية بيبحث عن حل اللغز الكبير ده، واللي كان بيتمثل في تدمير مواقع الصواريخ الجديدة. ولكن يعني الحقيقة بواسطة الطيران الإسرائيلي وحتى قبل إنه يجف البناء كانت المعلومات كلها بتشير لوجود عميل عسكري بيقوم بتسريب بمعلومات سرية جدا لإسرائيل. لكن الحقيقة المخابرات المصرية نجحت كالعادة في كشف أمر الفقي الضابط الخاين خطيب هبة سليم، وقبضوا عليه واعترف الحقيقة في التحقيقات بأنه خطيبها، وأنه الحقيقة قضى معاها ليلة وقال لها على كل الأسرار بعد استدراجه، وقال لها على أسرار عسكرية كتير، إلا إنه ما كانش يعرف إنها هتفيد الأسرار دي العدو الإسرائيلي. وفي سرية تامة اتقدم للمحاكمة العسكرية اللي أدانته وحكمت عليه بالإعدام رميا بالرصاص. مثلت هبة أمام القضاء المصري وقتها، وصدر ضدها حكم بالإعدام شنقا بعد اعترافها بجريمتها. واتقال وقتها ان جولدا مائير رئيسة الوزراء الإسرائيلية بكت حزنا على مصير هبة سليم اللي وصفتها بأنها قدمت لإسرائيل أكتر مما قدم زعماء إسرائيل. لا مش جولدا مائير وبس اللي عيطت، لا ده كمان هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي اللي جه مخصوص للسادات بيترجاه وقتها علشان يخفف حكم الإعدام على هبة. وكانت هبة وقتها في زنزانة انفرادية ما تعرفش ان نهايتها قربت خلاص بزيارة الوزير الأمريكي. فوقتها الرئيس السادات الله يرحمه كان ذكي جدا وتنبه فجأة إلى إنها ممكن تكون فكرة إن هي إعفائها من أو العفو عنها من حكم الإعدام ممكن يكون عقبة كبيرة جدا في طريق السلام، وأمر بإعدامها فورا ليسدل الستار على قصة هبة سليم الجاسوسة.
وعن الخطة الذكية اللي اتنصبت لهبة سليم لوقت القبض عليها. الحقيقة وضعت خطة للقبض عليها باستدراجها بعيدا عن باريس، وسافر الأركان رفعت جبريل مع فريق من المخابرات المصرية لليبيا. وكان وقتها والد هبة سليم بيشتغل مدرس في ليبيا، وبالتنسيق مع السلطات الليبية اتفقوا ان هو اللواء الأركان رفعت انه يقول لوالد هبة ان بنتك متورطه في احد العمليات الفدائيه اللي بتقوم بها فلسطين، وشاركت في خطف طائره الحقيقه، ومطلوبه من اسرائيل، والافضل انك تستدعيها لطرابلس بدعوى انك مريض. ووافق فعلا والد هبه ودخلوه المستشفى، واتصل ببنته، وفعلا جت بس بعد يعني محايله من باباها. وكانت وقتها الطياره المصريه المتجهه من طرابلس للقاهره جاهزه للاقلاع، وصدرت الاوامر من المطار، واتحركت الطائره وطفأت انوارها بالكامل، وفضلت مظلمه لحد ما جه رفعت جبريل وهبه واتنين من رجال المخابرات المصرية للمقاعد الأمامية بالكامل كانت محجوزة. وفضلت هبة تصرخ لما عرفت إنها نازلة للقاهرة. وقتها لما حصلت لها الهستيريا دي في الطيارة، لما عرفت إنها خلاص نازلة القاهرة، وعملت زي العيلة الصغيرة اللي بتعيط، فده ما عجبش أبدا كان رفعت، راح ضاربها بالقلم، وشها اصفر فسكتت، ولحد ما وصلت القاهرة. الساعات الأخيرة بقى يا جماعة دي مهمة جدا، الساعات الأخيرة اللي قبل إعدام هبة سليم الجاسوسة الحسناء. مأمور سجن النساء الحقيقة في سجن القناطر هو اللي كان بيسرد المعلومات دي في أحد التصريحات الصحفية ليه، اللي قال إن هبة اتسجنت، وقال في تصريحاته إن هبة فتاة تم تدريبها بشكل قوي جدا من الموساد الإسرائيلي وعلى أعلى مستوى، وعندها حذر شديد، ما بتتكلمش مع حد، عندها ثبات رهيب، ما شافش حتى الثبات ده على أي واحد راجل يعني مسجون، أو أي ست مسجونة في سجن القناطر، أو أي راجل مسجون هو شافه قبل كده. لكن هي عندها ثبات قوي جدا برغم انها سنها صغير لا يتجاوز 30 وشديدة الخطورة. وانه تسلم تقرير بشأن هبة بيفيد بان في احتمال قوي جدا لقيام احد اجهزة المخابرات الاجنبية بعملية انتحارية علشان يخطفوا هبة من سجن القناطر. وبرغم انتظارها لحكم الإعدام، لكنها كانت دايما متماسكة جدا، وبتتزين وبتلبس الباروكات والبرفانات بتاعتها من باريس، وإنها كمان ما كانتش بتعترف بحكم الإعدام نهائي. وقدمت التماس وقتها للرئيس السادات بمعرفة أو عن طريق أحد قرايبها، علشان بتطلب منه إن هو يعفو عنها الحكم، عفو رئاسي عن حكم الإعدام ضدها. وقدمت كمان يعني راحت خطبت كمان المجلس القومي للمرأة، وطلبت من زوجة الرئيس أنور السادات السيدة جيهان السادات بواسطة برضو قرايبها، بتطلب منها التماس علشان يتم وقف حكم الإعدام. لكن الحقيقة كل هذه الالتماسات اترفضت، وتم تجهيز هبة سليم ليتنفذ فيها حكم الإعدام، وتم ترحيلها من سجن القناطر لأن ما كانش فيه وقتها غرفة إعدام، لسجن الاستئناف عشان في غرفة إعدام. وطبعا كان وقتها لو عرفت هبة إنها هتتنقل من القناطر لسجن الاستئناف علشان هتتعدم، كانت هتبقى عندها او هتصاب بذعر وحاله هستيريه، وممكن كمان حاله صحيه مش كويسه. وهنا كان المأمور سجن القناطر كان عنده حس وذكاء في انه يتفادى هذا الامر. والحقيقه
عشان ما يأثرش على حكم الإعدام. جابها المأمور لمكتبه وبلغها إن اللي هيقوله أمر سري ليها جدا، وقال لها وردنا اختار يفيد بضرورة ترحيلك للقاهرة للبت في الالتماس المقدم منك للرئيس السادات. وضحكت هبة وقالت له أنا أكدت لك قبل كده إني هخرج من هنا لمطار القاهرة. وبعد ترحيلها لغرفة الإعدام تم إعدامها وهي في ثبات تام. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. بشكر حضراتكم واشوفكم في حلقة جديدة.